بعد ما شفتوا هذه المناظر اللي صورت لكم في الاول، شوفوا هذه البلاصه. انا من سكان مدينه الرباط، ولكن عمري ما هبطت لهنا. يمكن هبطت شي مره وما شفتش مزيان وما درتش اهتمام اكثر، لكن تبارك الله هذه البلاصه شوفي دايره فيها الناس. هنا منطقه يعني شبه منعزله على البحر، شويه هذه في نهر بوركراك. هنا اللي كيديروا داك الرياضه ديال انا زونيت لكم شويه باش تشوفوا هذا الواجهه الاخرى لمدينه سلا. هذا سلا شوف البلاج ديالها كيعمر بزاف. هاد البلاصه زوينه ما فيهاش الناس بزاف، وليدات الصغار كيعوموا امنه، وفي نفس الوقت كاين واحد الريح زوين. وهذه المنصه اللي دايرين بالقرب منها، منصه ديال اللي كيجيو فيها احتفالات مهرجانات الاغاني اللي كيديروا في مدينه الرباط دائما في موسم الصيف. المهم بالليل كتكون عامره وكيكون فيها الناس بزاف، كتكون الدنيا يعني. حنا بعدا اللي ساكنين هنا ما كنعسوش، كنعسو كيساليو، كنعسو حتى 3 الصباح. هذا واحد المركب كيكريو كيتكرا، كيدير بك جوله هنا في نهر بوركراك، ويمكن لك تكريه تديري فيه بعد حفلات مثلا اعياد الميلاد ولا بحال هكذا خطوبه، شي حفله خفيفه هكذا. انا زوميت لكم باش تشوفوا عن قرب. المهم مدينتي زوينه، ولكن ما كنخرج ليهاش حيت كتخلعني، كتكون عامره بالناس. انا شي هاد البلاصه لقيتها خاويه، تفاجأت والله ما كنبغيش نخرج حيت عامره بلا قياس. ان شاء الله سنصور لكم بلاصه واحده اخرى باش تعرفوا عليها اكثر. المهم هذه جزء من نهر بوركراك كيف كاين. المهم الناس كيعوموا كيف قلت امين. نحاول نصور الناس، نصورهم من بعيد. هاد البلايصه فيها اكثر الدراري الصغار اللي باغو معاهم وليداتهم صغيورين. زوين على هذاك دابا راه بدات الحفلات، وهي المملكه المغربيه وزاره الشباب والثقافه والتواصل. هادو بسلامة خيرهم كيبداو من هاد الوقيته، ما كيساليو حتى 3 الصباح عاد كيساليو. المهم الدنيا كتكون عامره، مازال تعمروا كيجيو مغنيين وكيجيبوا نجوم الغناء المغربيه ومن غير المغربيه كيجيو هنا باش كيغنيو. دابا كيديروا تدريبات على ما اظن ولا كيبداو دابا. المهم هنا راه بداو الاغاني كتسمعوا الله الله يا مولانا. المهم هنا نوريكم المعمار المغربي على ما اظن عنده علاقه بالمعمار الاندلسي. المهم هنا الناس جايين من كل حدب وصوب، جايين من المدن القريبه للرباط باش يستمتعوا بهاد الاغاني. ما نبقاش نصور الناس باش يستمتعوا بالاغاني ويستمتعوا بالاهازيج المغربيه الاصيله. اسمعوا الله. نحاولوا ندوزو الجهه الاخرى حيت البلاصه سدينا كيف كتشوفوا. حنا قلبنا الطريق باش نجيو لهاد البلاصه، قالوا ممنوع ندوزو منها. ناس الغيوان الله يا مولانا الله يا مولانا علينا يحبك يا الواحد ربي.
المهم سكت الموسيقى دابا كنحاول ما امكن ما نشتش الناس. هذه البلاصه الخاويه من دون الاسفار ديال مدينه الرباط. المهم الرباط عامر هاد الايام بزاف بحكم المهرجانات اللي كاينه، مهرجانات الموسيقى، مهرجان الرباط، مهرجان الموازين فات، مهرجان الرباط دابا، يعني مجموعه ديال كيسالي مهرجان كيبدا مهرجان كلهم عندهم علاقه بالموسيقى. غنوريكم شويه. شوف شحال من الناس كاينين، مازال دابا يلاه مازال كيجيو، اما من هنا واحد الساعتين ولا 3 سوايع غتلقاو الدنيا عامره بزاف. غنحاول نقطع الضفه الاخرى، نقطع الشانطه يعني باش تشوفوا في الجهه الاخرى حدا لاكوت او حدا نهر البوركراك من الجهه الاخرى غادي تشوفوا الدنيا شحال عامره بزاف. المهم نقطع الشانطي، ها هي نوريكم الدنيا كعامره. يا منهوباس يا منهوباس يا منهوب راه غير كيف قلت حنا راه غير شويه مازال الناس ما جاوش، اما غادي يهزوا الناس ديال تمارا، الناس تسلا، الناس من المدن القريبه، المدن الصغيره القريبه لمدينه الرباط غادي يجيو. دابا انا هاد الموسيقى كتسمع عندي للدار حيت مستحيل كنشوف هادشي كامل كنشوفو، داكشي علاش انا ما كنقدرش نخرج، كتكون الدنيا عامره ما كنقدرش نخرج. تصورنا كتصورنا ما شاء الله عليه. هنا كيسترزق الله في لاكوط هنا ديال مدينه الرباط. المهم كاين مجموعه الانشطه هنا كيمارسوها الدراري الصغار، من ضمنهم هذا حاز واحد الكاميرا ما شاء الله بروفيسيون الى ماركه الكاميرا. المهم كيسترزق الله كيصور الناس وكتاخذ مقابل ياك مقابل صغير. اجيو عنده هنا لاكوط كيكون تواجد سميتك سميتو زياد، دا ولدي زياد. اجيو عنده هنا تلقاو في لاكوط ما شاء الله عليه كيدير ثمن مرفق وكيصور تصويرات واعرين. بالتوفيق لك اولدي. المهم كتشوفوا هذا واحد الباطو هنا فيه الناس كيتعشاو كيتغداو، فيه كلشي. ان شاء الله شي نهار ندخل ليه ان شاء الله ونصور الداخل ديالو، نحاول نصور لكم الاجواء هنا في بوركراك. هذه مراكب الصيد، هذه مراكب الصيد هنا كاينه، والناس كيقطعوا هنا من الفلايك، كيقطعوا ما بين السلا، بين الرباط والسلا كيف كتلاحظوا كيهبطوا هنا للرباط. صافي حيت الدنيا غتعمر وعلى ما اظن ما يمكنليش نصور. المهم كاين اللي كيبغي يتصور وكاين اللي ما كيبغيش. نحاول ندير مقتطفات سريعه باش نوريكم كيفاش كتكون الدنيا هنا عامره. يعني هادو غالبا كلهم ماشي الناس ديال الرباط، ماشي الناس ديال ساكنه الرباط، وكان اللي بها رباط المدينه اغلبيه جايين من بعيد، من نواحي ديال مدينه الرباط، سلا، تمارا، الصخيرات. المهم المناطق اللي قريبه هنا لمدينه الرباط كيجيو هنا كيستمتعوا بالمهرجان اللي كيديروا الاغاني وكيفوجوا شويه
يعني الناس كيحاولوا مساكن يخرجوا من ضغوط الحياه باش يخرجوا يستمتعوا مع وليداتهم، مع الدراري الصغار. وكاين دي كافيات وكاين دي ريستو هنا فين كيجيو ياكلوا مع وليداتهم، وكاين اللي كيجيب حتى الماكله ديالته، كيجيب كريسات وسميتو كيجلس مع وليداتهم. كاين واحد ديسباس تماك فيها الغازو، كاين ديسباس اماكن مختصه فيها الغازو او داك العشب، كيجلسوا تما كيديروا الكراسه وكيجيبوا الكوتي ديالهم، كيجيبوا وليداتهم، كيجيبوا لي جوي ديال الوليدات الصغار وكيجيو وكيلعبوا هنا. تشوفوا هنا الدنيا عامره بزاف. يعني الصور غنيه عن التعريف، بحال شي مهرجان. المهم هو مهرجان، انا مهرجان الغناء. فهمتوا واش نقول لكم؟ يعني الدنيا عامره. هذا كان هو الفيديو ديالنا اليوم. نحاول انا نعطيكم الصوره مصغره كيف كتكون الاجواء في مدينه في الرباط في فصل الصيف. ما بقى والو، مدينه الرباط تخوى، كلشي غادي يرجع لديارو. غالبا الناس اللي مسافرين لهنا جايين الصيف هنا حيت البحر، حيت الاجواء زوينه، حيت المهم الرباط تبارك الله عمرات. كيف التالي ملي كيخرج الصيف كيبقاو فيها غير الساكنه ديالها. وان شاء الله نصور لكم فيديو ملي يبقاو فيها غير الساكنه ديالهم، ملي تخوى منظر اخر وشكل اخر ويعني انا كتعجبني ملي كتكون خاويه، كتعجبني. دابا كنقنط واخا مرحبا بهم ولكن فعلا راه ما عندكش فين تخرج، قوه ما الدنيا عامره بزاف. انا نحاول نوريكم لي ريستورون اللي كاينين هنا، عامرين بلا قياس، هنا وهادشي اللي كاين. وانتظروني فيديو اخر ان شاء الله نعطيكم لمحه على الاكل الشوارع في مدينه الرباط، كيف كتكون الاجواء وكيف كتكون الدنيا عامره بحال كلشي خرج الزنقه باش ياكل. انتظروني فيديو اخر ان شاء الله. الى الملتقى فيديو جديد.